العب يا مرحبا فيصل، فيكم العب يا شباب. سنايبر يا فيصل. اليوم أنا دخلت لعبة روم ضد شاب مصري وهنجيله الصعيد ام من اللعبه محافظة احنا أسيوط طال يعني بالتحديد. طال. المهم إن هذا الشاب غلط فيني، سب علي وسب على والدي وسب على والدتي بدون أي سبب يعني أنا يا دي بلعب ابطال فزت عليه وهيك، بس استغربت إنه سب علي هنجيبه يعني ام. ليش تسب على والدي؟ ليش تسب على والدتي؟ يلا على اخي والله الطرف. العظيم ما توقعت اني اعمل هيك، يعني لو بعرف انه هو هيك ما يعني ما كنت لعبت ضده، يعني ما كنت لعب مرة. اسمه عيسى، هو اشتغل ممرض، هو امشي يا احمد الصعيد على من الكرة. محافظة أسيوط. يعني بصراحة صدمني بردة فعله، يعني أنا عندي من مش فكرة معايا الحماية تاو. إن أي حدا يسب علي، خاصة والدي أو والدتي. يعني في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. قيل: كيف يا رسول الله يسب الرجل والديه؟ قيل: يسب الرجل أبا الرجل، فيسب الرجل أباه وأمه. يعني في تعال الحديث هذا إن جاي خد. الشخص يسب هذا فهذا يرد يا عليه رجل بالسب الأكبر منه. هو سبني بوالدي ووالدتي، بس أنا ما سبيته، ما رديت عليه. كل الشغلة إن أنا رديت عليه بالروم، شلته طاوة مرة واثنين وثلاثة وأربعة، رد لي المسبة أكتر من مرة بصراحة. يعني انا طالع من الروم. كثير، طالع يعني من الروم. لدرجة إن لا بعديها ما لا لعبت، لا طلعت من لا اللعبة لا لا خلصت الروم. لا اطلع من الروم. إني خد بس بصراحة زعلت ما يعني. تطلعش تاني، ما تطلعش لا ليش؟ لا تطلع. لا ليش استنى هيك؟ استنى اتكلم معه. ليش تسب؟ شو خلاص استفدت؟ تمام. مشان اللعبة؟ خلاص استنى طب مشان اللعبة تسب علي؟ أخي أخوك فيصل أنا، فيصل بالله عليك عشان خاطر إخوانك انا نحن لابس سنايبر. فلسطينيين، إحنا عشان فلسطيني خاطر أنا، انا أخوك فلسطيني عشان تسب خاطر علي؟ لا رغم إن أنا عشان والدي خاطر بالله متوفي. لابس. يلا بس تسب على عشان أخوك كده ولا قصدك الفلسطيني؟ انت. بكفي خذلان يعني يا أخي، خلاص بكفي قصف علينا، بكفي كل شيء، وكفي حياتنا اللي إحنا عايشينها. طيب اللي يلا عايش بس لا ببلادهم يلعب واللي يلعب عايش يلعب هون يلعب واللي عايش يلعب. هون واللي عم ينقصف، واخواننا بغزة عم ينقصفوا، وهذا جاي يسب علي مشان روم. خش فوت يلعب لعب. يا أخي سبحان الله. شاب يقول اسمه لك العب عيسى بجهدك، من العب الصعيد، بلعب من محافظة أسيوط العب تحديدا، بلعب. بيشتغل ممرض. كان رفيق موجود في الروم، أنا الصوت راح يفضل، يعني راح يضل. يعني أنا العب دايما لعبك بعمل فيصل مونتاج بالله عليك. للفيديو تبعيتي، بس هاي المرة راح أنزل Half of the الفيديو match is over, بعمل and مونتاج the red بشكل team طبيعي مشان is تسمعوا in the صوت lead. وصوت المسبات. شاهدوا الفيديو للأخير وراح تسمعوا. أنا بطالب كل أي حدا من مصر، خاصة من محافظة أسيوط، يشير هذا الفيديو، لأني أنا بدي أتواصل مع أي حدا يحاول يوصل لهذا الشخص. هو بيشتغل بمشفى ممرض، هو ما بعرفش كيف هيك إنسان خريج كلية تمريض يكون هيك ثقافته، مش ولد صغير يعني، واحد 27 سنة عم يقول إنه عقله كبير. فاهمين علي؟ أنا كل اللي طالبه إن الكل يشير هذا الفيديو. أنا بدي هذا الفيديو بس يوصل، يعني يوقع في إيد حدا بلاش يا بلاش بلاش مصر بلاش بلاش يكون بلاش يعني إيده يقدر يوصلني لهذا الشخص، بلاش. أو هو يوصل إنه يجيب لحق إنه هذا الشخص كان محافظ، إن كان وزير، إن كان ما كان. المهم إن أنا بدي أوصل لهذا الشخص. هاي الفكرة كلها، لأن أنا والدتي ما ربوني مشان أجيبهم اللعنة وأجيبهم المسبات. عن Killing جد spree for the يا أخي blue إحنا بنقول team. إحنا وشعب مصر إخوة، رغم الخذلان اللي إحنا عايشينه، بنقول إحنا الفلسطينية والمساروة إخوة. يا أخي لك إحنا هيك نطلع على الحدود بنشوفكم يا زلمة، فوق هذا كله بتسبوا علي شروا. ما كان لا يا بوش يا صاحبي، صدى لما لا. تاخذ كرة. لا يا صاحبي، بش ما كانش العشاء. مش أهل مصر اللي يعمل هيك، أهل مصر بريء منه، مش أهل كمل مصر اللي بشلي يسب على بشلي أولاد العالم. بشلي. والله العظيم إن أهل مصر بريء منك. أنا بعرف المصريين خاصة من الصعيد مش معروف يعني بشهامته برجولته بحكيه اللي منيح، بس هذا الشخص صدمني لأنه صعيدي، وأهل الصعيد معروفين بأخلاقهم تربيتهم، وإنهم عالم شبعانة، معروفين بكل شي منيح. بس إن هيك شخص يخوى على شو لعبة. اقسم بالله يا اخواني إن انا من جواتي كتير مجروح. شو قلت لك معلش.
انا من وقتها يعني قاعد هيك بفكر انه ليش. عيب، عيب عن جد، والله العظيم اني انا عم بحكي من كل صميم قلبي. مو بنصح اي حدا يسب، اقسم بالله يا اخوان ان المسبة هاي عند الله اجرها، يعني مش اجرها، قدرها كبير، احنا بنستهين بيها كبشر، انما هي عند الله قدرها كبير. كيف تسب على والد هذا وتسب على والدة هذا؟ يا اخي افرض هذا والده بتعرف كيف توفى، بركي شهيد، بركي مات مريض، بركي مات كذا، بركي شو ما كان كانت الموتة، بس ما في حدا مستحيل يرضى انك تسب على والده. صعب ترى والله العظيم، كتير شعور صعب، خاصة انه شخص بعيد عنك من خلف الشاشات عم بيغلط عليك. والله يا مالو. لكن انت لو في وجهي تقدر تغلط فيني هيك؟ اقسم بالله يا زلمه ما بتقدر، والله العظيم انك ما بتقدر. تحياتي لشعب مصر، مشكورين يا عمي. انا بدي هذا الفيديو يا شباب يتشير، ما راح اطلب حدا يقول لي بدك تعمل كذا ما راح اطلب حدا لايك ومتابعه اي شيء، انا بدي الفيديو بس يتشير، انه باي طريقه اوصل لهذا الشخص. اقسم بربي لو لقيت طريقه اوصل بها هذا الشخص مستحيل ادفع شو ما كان مشان بس اوصل لهذا الشخص، لانه وجه لوجه ما بيقدر يسويها، والله العظيم وجه لوجه ما يقدر يسويها، لانه جبان. الفيديو كله يتشير، اي حدا يشوف الفيديو شيره، خاصة اهل مصر وباسيوط، في عندي متابعين، يعني عندي متابعين من مصر موجودين كتار، كلكم شيروا الفيديو، خليه يوصل لاي حدا. ممكن ما انت تقدر تساوي شيء، بس في غيرك ممكن يساوي شيء. وفعل هاشتاج كنا معك يا قيصر، كل فاعل هاشتاج شير الفيديو، اكتب على الفيديو من فوق كنا معك يا قيصر، هاشتاج كنا معك يا قيصر، حقك رح يرجع، وانا حقي فعلا لازم يرجع، وانا يعني الله يسامحه، بس اذا والدي ولا والدتي يسامحوه هذا شيء عند الله، هم بيختاروه، يا اما يسامحوه يا اما لا. انما انا مالي ذنب بان انا اشيل هيك حرمانيه، حرمانية ان انا اسب على ولدي، لانه هو لما سب كان انا اللي سبيت يا اخوان. والله اني والدي ووالدتي عندي اعزاء علي، وكل واحد حط مكانك، حط حالي مكانك، اني والدك ووالدتك بيتسبى عليهم. تخيل هيك تسمع مسبة والدك ووالدتك. السلام عليكم، سلام، شيروا الفيديو، كله فعل هاشتاج كنا معك يا قيصر.